نموذج ايضا مش مجرد نظريه، هو اختصار ل4 كلمات: attention، interest، desire، واخر كلمه هي action. النموذج ده بيبقى عامل زي القمع. تعالوا ناخد مثال من الحياه نفهم بيه اكتر ايه هو الموديل بتاع ايدا. شركه نايك والحملات التسويقيه بتاعتها بتعتمد بشكل كبير على ايدا موديل. تعالوا نمشي ل4 خطوات. اول حرف الايه او الاتنشن او الانتباه. هنا هدفك تخطف العين. نايك مش بتعمل اعلان عن حذاء وخلاص، هي بتعمل اعلان بيصور بطل رياضي زي ليبرون جيمس او سيرينا ويليامز. الناس دي ايقونات، وجودهم لوحده بيخطف الانظار. الرساله مش اشتري الجزمه دي، لا، الرساله شوف مين بيلبس الجزمه دي. ده بيخليك كمتلقي تقف وتتفرج ويبدا فعلا انه يشد انتباهك. الخطوه الثانيه هي الانترست او الاهتمام. خلاص كده هو شد انتباهك. الخطوه اللي بعد كده انه يخليك مهتم. اعلانات مش بتركز على مواصفات الحذاء او الجزمه التقنيه، ما بيقولكش دي بتعمل ولا بتجري ولا، ما بيتكلمش في القصه دي خالص. بيركز اكتر على القصه، قصص عن المثابره، العزيمه، التغلب على الصعاب. دي كلها رسائل قويه ومؤثره. زي اعلان نايك اللي كان بيحكي عن قصه سيرينا ويليامز وازاي وصلت للقمه رغم كل الصعوبات. ده بيخليك مهتم بالقصه مش بالمنتج، زي ما هنشوف في الاعلان دلوقتي. This is you at the US Open. This is you. Good service motion. Boom! Very good. Keep that perfect service motion you have. Right there. Good. Boom! Switch to the backhand. Lean into it. Woo! Good follow through. Take the net. Nice try. Make sure you're controlling that ball on every shot. There you go. Very good. Back, back, back. Put it away. Be tough, just like you want to win. Just like you at the US Open. Right there. This is you. Very good, Serena Williams. ثالث خطوة هي الدي او الديزاير او الرغبة. شديت انتباهك، خليتك مهتم. ازاي تحول الاهتمام ده لرغبة؟ نايك بتلعب على المشاعر. لما تشوف الجزمة دي قد ايه بتساعد الابطال على تحقيق احلامهم، انت بتبدأ تربط بين المنتج ده واحلامك انت الشخصية. انت مش بتشتري الجزمة دي علشان تجري بيها وتلعب بيها ولا عشان هي احسن جزمة، انت بتشتريه علشان تكون زي الابطال دول. الرغبة هنا مش في المنتج، الرغبة في العاطفة والمشاعر اللي بيولدها الاعلان ده جواك ويخليك عايز تشتري المنتج ده. رابع خطوة هي الايه او الاكشن او الاجراء. ايه الحاجة بقى؟ الاجراء اللي هتاخده، القرار اللي هتعمله بقى. بعد كل الخطوات دي العميل هنا لازم يعمل حاجة بقى، يشتري، يدفع الفلوس. وهنا نايك عندها اشهر جملة على الاطلاق: just do it. دي مش مجرد جملة ولا سلوجان، ده امر مباشر. اشتري، جرب، وكون البطل. العبارة دي بتلخص كل الخطوات اللي فاتت، بتدفعك وتزقك للخطوة الاخيرة. اكتبوا لنا في التعليقات وقولوا لنا تحبوا كمان تسمعوا ايه في المرات اللي جاية. شكرا.